السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تانية ثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا احنا بس بنعتذر لكم عن تأخير واجب سنة تانية. كل دوت هي فعلا ظروف خارجة عن ارادتنا، بس احنا قررنا نعمل الواجب دلوقتي في صورة مراجعة شاملة. ممكن انت تعتبرها مراجعة شاملة على كل الاجزاء اللي فاتت. احنا طبعا هنحل اسئلة الواجب، بس طبعا الواجب الحصص كلها هنختار اهم الاسئلة اللي ايه موجودة على كل حصة. طبعا لو انت عندك اسئله تانية ممكن تكون انت واقفه معاك واحنا ما حلناش في الفيديو دوت او في الفايل دوت، ممكن تكتبها لنا في الكومنتات تقول لنا الاسئله ديت واقفه معايا في الواجب وما اتصورتش. فممكن الحصه الجايه باذن الله بتاعه الواجب نصور كل الاسئله اللي واقفه معاكم عامه. تمام؟ فحاولوا لما تتفرجوا على الفيديو تكتبوا لنا الاسئله اللي وقفت معاكم، او حتى تجوا لنا في السنتر تقولوا لنا الاسئله اللي وقفت معانا وايه ما كانتش موجوده في الفيديو، فاحنا نصور ان شاء الله نصورها المره الجايه، ويبقى كده كل عملنا ايه، لمينا كل الاسئله اللي وقفت معاكم. تمام؟ طبعا احنا النهارده هنحل واجب الحصه الاولى والثانيه والرابعه والثالثه والرابعه والخامسه، الاجزاء المهمه اللي عليهم كلها. تمام؟ بحيث ان انت تشوف طريقه الحل تبقى عامله ازاي على كل الاجزاء اللي في المنهج. تمام؟ طيب يلا نبدا من الحصه الاولى. طبعا الحصه الاولى كانت تحت عنوان نظري الكثافه، يعني المستر شرح في الحصه الاولى الكثافه من الناحيه النظريه وبس. تمام؟ طيب تعال نبدا من السؤال الاول. السؤال الاول بيقول اذا كانت، طبعا هو السؤال رقم 6 في الاختيارات، احنا مختارين اهم الاسئله. اذا كانت كثافه عينه من احد الصخور كتلته 28 جرام، مين ديت؟ دي الكتله تساوي 2.8 جرام لكل سنتيمتر مكعب. يبقى دلوقتي الكتله بتساوي 28 والكثافه بتساوي الرقم ده. قال لك بقى من نفس الصخر او من نفس العينه ديت لو جبت كتله مقدارها 280، تمام؟ الكتله اللي مقدارها 280 تحمل نفس الكثافه بالظبط. اشمعنى؟ لان الكثافه ما بتعتمدش على الكتله، الكثافه بتعتمد على حاجتين، الوزن الذري ودرجه الحراره. اي حاجه من دول تغير الكثافه، لكن بالنسبه للكتله او الحجم الاثنين ما لهمش دعوه بالايه، بالكثافه. فكانت طبعا نفس الرقم بالظبط مهما اختلفت الايه، الكتله. السؤال اللي بعده، الرسم البياني الذي يمثل العلاقه بين كتله مصمته من الحديد وكثافته. زي ما قلنا في السؤال اللي فات، الكتله ما تغيرش الكثافه، الكتله والحجم علاقتهم مع الكثافه علاقه ثابته. نفس الفكره بالظبط، بس هنا على رسم بياني. الكتله ما تغيرش الكثافه، اللي غير الكثافه حاجه واحده بس او حاجتين، اسف، وزن الذري ودرجه الحراره. رقم 15، نسبه كثافه المحلول الالكتروليتي في بطاريه السياره بعد تفريغ الشحنه الكهربائيه من البطاريه الى كثافته بعد اعاده الشحن. طبعا الكثافه لما تتفرغ البطاريه، يعني البطاريه تفضى، فكثافه المحلول بتقل. تمام؟ انا بعمل ايه؟ انا بحاول ازود الكثافه تاني. بتروح عند الراجل يقول لي اشحن لي البطاريه، معنى كلمه اشحن لي البطاريه ديت زود لي محلول. زود لي ايه؟ محلول. فالراجل بيفتح البطاريه يزود محلول، البطاريه اتشحنت. تمام؟ فاصبحت كده الكثافه بعد الشحن اكبر من الكثافه قبل الشحن. طيب يبقى انت دلوقتي عايز مين على مين؟ انت عايز بعد التفريغ، يعني وهي فاضيه، فطبعا النسبه هنا كثافه صغيره، صح؟ طيب وبعد الشحن الكثافه اصبحت ايه؟ كبيره. هو عايز النسبه اللي وهي فاضيه، فالمحلول كثافته ايه؟ قليله، وبعد ما اتشحنت المحلول بقى كثافته ايه؟ كبيره. فانت هتقسم حاجه صغيره على حاجه ايه؟ كبيره، تطلع النسبه طبعا اقل من الواحد. طالما هتقسم حاجه صغيره على حاجه كبيره تطلع نسبه اقل من الايه؟ من الواحد. الرسم البياني الذي يمثل العلاقه بين الكتله والحجم. خلي بالك هنا بيكلمك عن العلاقه بين الكتله والحجم، لا هنا بقى مختلف الموضوع. ليه مختلف الموضوع؟ لان انت عندك الكثافه بتساوي الام على الفوليوم. مظبوط؟ يعني ايه ام على الفوليوم؟ يعني الكتله على الحجم. وقاعده اساسيه في الرياضه، اي حاجتين مقسومين على بعض بينهم علاقه طرديه. اي حاجتين مقسومين على بعض بينهم علاقه ايه؟ طرديه، واي حاجتين مضروبين في بعض بينهم علاقه عكسيه. تمام؟ طيب الام طبعا زي ما انت شايف مقسومه على الفوليوم، اذا بينها وبين الفوليوم علاقه ايه؟ طرديه. طبعا ده كانت الحصه الاولى، كانت حصه بسيطه جدا ما فيهاش اي حاجه، كانت تحت عنوان زي ما قلت لكم نظري الكثافه. موضوع سهل يعني. نخش بقى على الحصه الثانيه اللي هي كانت بعنوان الكثافه النسبيه واهم مسائل وافكار الكثافه. بيقول لك اذا كان لديك اسطوانتين مصنوعتين من مواد مختلفه ولهما نصف القطر، يعني خلي بالك هنا نصف القطر واحد، يعني R1 يساوي R2. تمام؟ R1 يساوي مين؟ يساوي R2. طيب خلي بالك بما ان R1 يساوي R2
فكده A1 تساوي A2. اشمعنى؟ لان ال A تتفك اهي، بص بالترتيب باي R تربيع، فلو النص قطر واحد يبقى المساحه واحده. يبقى احنا كده استنتجنا من الجمله ديت ان المساحه الاولى قد المساحه الايه الثانيه. اذا كانت كتله الاسطوانه الاولى ضعف كتله الاسطوانه الثانيه، يعني بيقول لك كده ان الام 1 بتساوي 2 من الام 2. تمام. وارتفاع الاسطوانه الاولى يساوي نصف ارتفاع الاسطوانه الثانيه، يعني الاسطوانه الاولى ارتفاعها بيساوي نص ارتفاع الاسطوانه الثانيه. ده معناه بس عشان تبقى بسيطه ان H2 بتساوي 2 H1. H2 بتساوي ايه؟ 2 H1. والام 1 بتساوي 2 ام 2. خلي بالك دول مادتين مختلفين، صح؟ دول مادتين ايه؟ مختلفين، مواد مختلفه اهي، يبقى انا اعرف اجيب نسبه بين كثافتهم. كده الكثافه تتعامل بالنسبه بين الحجوم والكتل، لان المواد دي مختلفه. يبقى رو 1 على رو 2 هتساوي بعلاقه طرديه ام 1 على ام 2، ولكن بعلاقه عكسيه فوليوم 1 على فوليوم 2. اسف، فوليوم 2 على فوليوم 1 عشان علاقه ايه؟ عكسيه. فوليوم 2 فوق على فوليوم 1. طيب كده احنا عشان نعرف نوصل للحجم لازم نعرف الشكل الهندسي اللي كان بيتكلم عليه هو ايه. طبعا بيتكلم عن شكل هندسي ايه؟ اسطوانه. فاحنا هنا مرتبطين بحجم مين؟ الاسطوانه. فعشان نعرف نوصل لحجم الاسطوانه دي حاجه محفوظه من اعدادي بقى. حجم الاسطوانه اهو بيساوي اف اتش مساحه القاعده في الارتفاع. حجم الاسطوانه اف اتش مساحه القاعده في الايه؟ في الارتفاع. عوض يلا يا باشا. ام 1 على ام 2 فوليوم 2، فوليوم 2 هيبقى A2 في H2. فوليوم 1 هيبقى A1 في H1. نقطة مهمة جدا، قال لنا ان A1 قد ال A2 فراحوا مع بعض. يلا بينا نعوض باللي هو قاله لنا. قال لنا يا شباب، قال لنا ان الام 1 2 ام 2. الام 1 هشيلها واحط 2 ام 2 وادي ام 2 تحت اهي. هنا ال H2 قال لنا هي ب 2 H1 فاشيل H2 واحط مكانها 2 H1 وادي تحت في H1. راحت ال H1 مع ال H1 والام 2 مع الام 2. اتفضل فوق 4 اللي هي 2 في 2 وتحت اتفضل 1. يبقى النسبه بين الكثافات 4 على 1 اللي هي 4. طبعا انت تقدر تعيد الفيديو اكتر من مره تركز في الاسئله، لان خلي بالك طريقه الحل واحده في اي مثال شبه كده. فاحنا هنا بنحط طريقه الحل اللي انت ممكن تمشي عليها على اي مثال. طبعا الاجابه هنا كام؟ 4. المساله رقم 10 في الاختيارات اللي هي المساله اللي بعد كده. بيقول لك خلطت كتلتين متساويتين من سائلين لا يتفاعلان معا. تمام. هنا بيتكلم عن مساله ايه؟ مساله خلط. مساله ايه دي؟ مساله خلط. خلي بالك مسائل الخلط ليها قانون من 2 ملوش تالت. ايه هم القانونين يا عم الحاج؟ اول حاجه هتقول لي ان حجم الخليط بيساوي الحجم الاول زائد الحجم الثاني. حجم الخليط يساوي الحجم الاول زائد الحجم الثاني. يا اما خلي بالك اي مساله خلط خلقها ربنا تحل كده، يا اما تقول لي ان كتله الخليط بتساوي كتله السائل الاول زائد كتله السائل الايه الثاني. طيب انا اختار انهي قانون من الاثنين حسب المعطيات. طيب وبعدين انت دلوقتي عندك يا اما تفك الفوليوم، طبعا هتفك الفوليوم لو انت ما عندكش فوليوم، ويا اما تفك الكتله. هتفك الكتله امتى؟ لو هو ما اتكلمكش عن ايه؟ عن كتله. يبقى انت كده هتقرا المساله، لو المساله ما فيهاش فوليوم ما فيهاش اي حاجه ليها علاقه بالحجم يبقى هتستخدم اول قانون. اشمعنى اول قانون؟ لان انت لما تفك الحجم راح من المساله ما بقاش فيه حجم، يبقى ساعتها تعوض باللي هو اداهولك. طيب لو انت بتقرا المساله وما ادكش اي حاجه ليها علاقه بالكتله يبقى سعادتك تفك مين؟ تفك الكتله عشان تبقى الكتله راحت ومبقاش ليها اي مكان معانا. تمام؟ طيب تعالى نقرا بقى مسالتنا. مسالتنا قال لك انا خلطت كتلتين متساويتين تمام لا يتفاعلان معا فان كثافتي، واذا كان كثافتي السائلين واحد برو والثاني 3 رو. هو اتكلم عن الكتله واتكلم عن الكثافه ما اتكلمش عن الحجم. يبقى انا المفروض اختار انهي قانون؟ اختار القانون الاولاني. ليه القانون الاولاني؟ لان انا في القانون الاولاني هفك الحجم،
ولما افك الحجم طار، يبقى فاضل لي الكتله والكثافه اقدر اعوض باللي هو اداهولي. طيب يلا بينا. لما نيجي نفك الحجم، ننزل بس تحت شويه اهي قدامك كده اهي، تمام. لما نيجي نفك الحجم هتقول لي ان حجم الخليط هيبقى بيساوي الام بتاعت الخليط على كثافه الخليط، صح؟ بتساوي لما اجي افك الحجم الاول هيبقى ام واحد على رو واحد زائد ام 2 على رو 2. طيب يلا بينا نعوض. هو قال لك يا عم الحاج ان انا شد كده خط معلش، قال لك ان انا عملت ايه؟ خلطت كتلتين متساويتين. يبقى انا لما احط كتلتين قد بعض يبقى كتله الخليط على بعضه 2، صح؟ يبقى هنا الكتله كلها 2 ام اللي هي الام ميكس على رو ميكس اللي هو نفسه يعرفها. دي مش معاك، بتساوي الكتله الاولى ام واحده، صح؟ ما هو قال لي كتلتين قد بعض فانا مسمي الواحده ام، عشان كده لما جمعتهم على بعض في خليط بقوا 2 ام. الرو الاولى هسميها رو واحده، هو قال لي كده، مش هسميها انا من عندي، هو قال لي ان هي رو زائد ام 2 برضه هسميها ام، ولكن رو الثانيه قال لي ان هي 3 رو. طبعا دي مساله جمع، هتجمع المقدارين دول مختلفين في المقامات، يبقى انت سعادتك لازم تعمل الحاجه اللي بتعملها من وانت عيل قد كده، اللي هي تعمل ايه؟ توحد المقامات. طيب هقول لك طريقه سهله ممكن تكون عارفها او مش عارفها، بس دي طريقه لايه؟ خلينا ننجز بسرعه. شايف ده المقام الاول، اضربه في المقام الثاني، بس مش هو لوحده، اضرب كمان فوق في المقام الثاني، تمام؟ شايف ده؟ مش ده المقام الثاني، اضربه في المقام الاول اللي هو رو، بس مش لوحده، اضربه فوق كمان. لو جيت لاحظت معايا اصبح المقام هنا رو 3 رو، والمقام اللي هنا رو 3 رو، بقوا قد بعض، يبقى كده المقامات اتوحدت. اتوحدت على ايه؟ 3 رو في رو ب 3 رو تربيع، صح؟ المقام ده بقى شبه المقام ده، اللي فوق هيتجمعوا عادي. هيجمعوا ازاي؟ مبدئيا بس عشان نسهل على نفسنا، مش دي ام ودي ام ودي كمان ام، الام دي راحت مع الام دي راحت مع الام دي، طالما الثلاثه في نفس الحد، الثلاثه نفس القيمه في الثلاث حدود يروحوا مع بعض، تمام. فضل فوق عندنا 3 رو زائد رو، يعني فاضل كام؟ 4 رو. خلي بالك اللي فوق بالجمع عادي، بتساوي هنا 2 على رو ميكس. ركز بقى معايا، تروح رايح الرو من هنا مع تربيعية، تمام؟ يبقى اتفضل 4 على 3 وتحت فيه رو، صح؟ الكلام ده بيساوي المقدار اللي هناك ده اللي هو 2 على رو ميكس، صح؟ ساعتك عايز مين؟ عايز الرو ميكس، صح؟ الرو ميكس اكتبها لي هنا اهي لوحدها، هتساوي طرفين فسطين، مش ده الرو ميكس؟ يبقى 2 في 3 على 4، يعني 6 على الأربعة من الرو. طبعا 6 على 4 اللي هي كام؟ اللي هي 3 على الاتنين. 6 على 4 اللي هي كام على كام؟ 3 على 2. أصبحت قيمة الرو ميكس 3 على 2 من قيمة الرو الإيه؟ الواحدة. طبعا هي مسألة طويلة أنا عارف، نختار بس الاختيار بتاعنا. الاختيار رقم ألف اللي هي 3 على 2 من قيمة الإيه؟ من قيمة الرو. تمام؟ هي مسألة طويلة بس خطواتها بترتبها صح، انت رتب افكارك ورتب خطواتك هتعرف توصل للناتج. المسألة اللي بعديها 12، سبيكة معدنية كتلتها 57 جرام، تمام؟ 750 اسف. دي كتلة السبيكة 750، دي الام، خلي بالك دي الام ميكس، دي سبيكة، ومعنى كلمة سبيكة ان انا خلطت حاجتين مع بعض. السبيكة دي يا عم الحاج بيقول لك اذا كان 60% من قيمتها مغنيسيوم، تمام؟ 60% من كتلتها ايه؟ مغنيسيوم. كتلتها اللي هي 750، 60% من ال 750 مغنيسيوم. طيب الذي كثافته 1.7، دي الكثافة الأولى اللي هي كثافة المغنيسيوم. والباقي من النحاس، طبعا هو لو 60% مغنيسيوم يبقى 40% نحاس، لأنه قال لك الباقي نحاس.
تمام. الذي كثافته 9 جرام لكل سنتيمتر مكعب، دي كثافه النحاس، دي الرو 2. تمام. طيب فان الكثافه النسبيه للسبيكه، الكثافه النسبيه لايه؟ للسبيكه. طبعا انت عارف ان الكثافه النسبيه رو النسبيه دي بتساوي كثافه الماده على كثافه الماء. فانا سعادتك هتحسب لي كثافه السبيكه تقسمها لي على كثافه الميه، جبت الكثافه النسبيه. طب يلا بينا نحل. اتفقت معاكم من شويه ان احنا عندنا قانونين نحل بيهم اي مساله خلط. هتقول لي دي خلط؟ اقول لك مش دي سبيكه، ما السبيكه جت من حط حاجتين على بعض، يبقى انا خلطتهم. تمام. هو هنا كلمني عن مين ومين؟ اقرا كده معايا. كلمني عن الكتله وكلمني عن الكثافه، يبقى انا المفروض الحجم يكون مش معايا، صح؟ يبقى هنفك بأنهي قانون؟ مظبوط، قانون الحجم. قانون الحجم اللي هو بيقول ان فوليوم الخليط هيساوي فوليوم 1 زائد فوليوم 2. فوليوم 1 زائد فوليوم ايه؟ 2. تمام؟ طيب فك لي فوليوم الخليط، يلا. فوليوم الخليط كتلة الخليط على كثافة الخليط. انا عايز اصلا ده المعطى بالنسبة لي، هيساوي فوليوم 1 اللي هو بتاع المغنيسيوم M1 على رو 1 زائد فوليوم 2 اللي هو M2 على رو 2. ركز معايا وافهم طريقة الحل. طيب قال لي ان الكتلة الكلية للسبيكة 750 جرام، صح؟ على رو ميكس. هو انت مش هتحول يا مستر؟ مش هحول لان كله بالجرام، واصلا الكثافات بالجرام لكل سنتيمتر مكعب، مش هحول حاجه. تمام. طيب عايز الام 1. الام 1 قال لي ان هي 60% من الكتله الكليه، صح؟ الكتله الكليه اللي هي 750، صح؟ خد لي بقى 60% منها، يعني اضربها لي في 60 على 100 كده، يبقى انا خدت من ال 750 60%. حلو الكلام. يلا نكمل. على كثافة المغنيسيوم اللي هي 1.7 زائد الكتلة التانية، قال لي خد من ال 750 40%. يعني انا هاخد من ال 750 كام؟ 40%. يبقى دي 40 على ايه؟ على 100. من النحاس اللي هو كثافته اصلا كام يا شباب؟ 9. حلو. طبعا انا كده بقى عندي معادله كبيره فيها مجهول واحد. المجهول واحد ده هو مين؟ اللي هو الرومكس. انا بقى دلوقتي هعلمكم طريقه نحل بيها المعادلات اللي بالشكل دوت على الاله. طبعا احنا ممكن نحلها من غير الاله عادي، هنجمع دول مع بعض، وبعد ما نجمع دول على بعض نعمل طرفين فاصلتين نجيب الرومكس. بس انا هعملها على خطوه واحده. ممكن ديت ما تفيدكش هنا بس تفيدك في مسائل جايه، وممكن ما تفيدكش اصلا في سنه ثانيه بس تفيدك في سنه ثالثه كتير. تمام. وممكن ما تفيدكش اصلا في الفيزياء لو انت مكمل علم رياضه فتفيدك في الرياضه. تمام. لو انت مش عارفها اكيد في ناس منكم عارفاها، لو انت مش عارفها اتعلمها. هنجيب الاله الحاسبه، المعادله اللي احنا جبناها ديت هنكتبها كلها زي ما هي. تمام. اكتب معايا بقى. تمام. اول حاجه هنكتب الكتله الكليه اللي هي 750، صح؟ على مفروض تحت هنا كان في الرومكس اللي هو المجهول، مظبوط؟ طيب المجهول اللي انا عايزه دوت هكتبه ازاي على الاله؟ دوس الفا وتيجي عند القوس اليمين، الفا القوس اليمين عشان تكتب الاكس اللي هو المجهول. بعد كده هنحط يساوي عشان سعادتك تكتب يساوي، دوس الفا كالك، كتبنا يساوي. طيب يلا نكمل. فوق هنا كان في 750 مضروبه في، وكان في كسر كمان. ليه؟ لان انا هاخد منها 60%، يعني 60 على 100. وتحت كان في كثافه المغنيسيوم، افتكر معايا اللي هي 1/7. تمام. انا ماشي بالراحه عشان نتعلم. زائد شرطة كسر كمان، هنحط معطيات النحاس. معطيات النحاس كانت هناخد من ال 750 هناخد منها يا شباب 40%، يعني هاخد من هنا كده 40 على 100، صح؟ مقسومة على 9 بالظبط. نيجي هنا تطلع المجهول بتاعي اللي هو قيمة الاكس،
قيمه الاكس اللي هي كام؟ اللي هي اسف مين؟ اللي هي الروم اكس طلعت بكام؟ ب2.5. طلعت بكام؟ ب2.5. دي طريقه لحل المعادلات اللي ممكن تكون ضخمه ومكلكعه على الاله بخطوه واحده. تمام. عيدها بقى اكتر من مره واتفرج عليها اكتر من مره عشان تتمكن منها. طيب نرجع للمساله بتاعتنا. كده طلع المجهول بتاعي كام؟ 2.5. مين دوت؟ ده الروم اكس، بس هو مش عايز الروم اكس، هو عايز الكثافه النسبيه. خلي بالك عشان تجيب الكثافه النسبيه هتقسم الروم اكس على رو ميه. تمام. خلي بالك ان احنا هنا جبناها بوحده السنتيمتر لكل سنتيمتر -3 لكل جرام. العكس معلش. ماشي يا معلقه. احنا جبناها بوحده ايه؟ جبناها بوحده الجرام لكل سنتيمتر مكعب. تمام. والميه بالوحده ديت بواحد، يعني هتقسم 2.5 على كام؟ على واحد. دي الروم اكس، ودي اللي هي كثافه الميه بس بوحده السنتيمتر لكل الجرام لكل سنتيمتر مكعب. فطبعا الناتج برضو 2.5. تمام. طبعا احنا جايبين الوحده الصغيره لان كثافه الميه بالوحده الكبيره اللي هي كيلو جرام لكل متر مكعب ب1000، بالوحده الصغيره كثافتها 1. تمام. فاحنا جايبين الناتج بتاعنا بالوحده الصغيره، فلما نقسم على الوحده الصغيره بتاعت الميه يطلع نفسه هو. يبقى لو رجعنا للاختيارات، اختيار رقم أ اللي هو كام؟ 2.5. مشينا خطوه خطوه، مشينا بالراحه. عيد اللي انت عايز تعيده واتفرج عليه. ماشي. دي بقى المسائل. بيقول لك ما طول ضلع مكعب من الذهب كثافته النسبيه 19. لو كثافته النسبيه 19 فكثافته العاديه 19000 اللي هنضربها في 1000. دي كثافه مين؟ كثافه الذهب. وكتلته 625 كيلو جرام. دي الكتله. دي اللي ايه؟ الكتله بكام؟ 625. طيب انت عايز مين؟ انا عايز طول ضلع المكعب. خلي بالك ان حجم المكعب بيساوي ال تكعيب، بيساوي طول الضلع تكعيب. فلما يبقى معاك طول الضلع، او اسف، لما يبقى معاك الحجم خد له الجذر التكعيبي عشان تجيب مين؟ طول الضلع بس. فاحنا هنا بندور على الحجم. قول لي كده ان الكثافه اصلا قانونها الكتله على الحجم. تمام. يعني الحجم قانونه كتله على كثافه. الكتله اللي هي 625، الكثافه اللي هي 19000. ده الحجم بالمقدار دوت. بس انت عايز طول الضلع، عايز ال. فال اللي هو طول الضلع بتاع المكعب هيبقى التكعيب، او اسف الجذر التكعيبي للمقدار دوت اللي هو 625 على 19000. خد الجذر التكعيبي هيطلع لك مين؟ طول الضلع. اللي بعده، اناء مملوء تماما بالماء. فكانت كتله الماء وهو مملوء، يعني كتلته وهو مملوء بالماء 160 جرام. يعني اناء مليان ميه، كتله الاناء والميه على بعض 160 جرام. ركز عشان دي فيها فكره حلوه. وضعت قطعه معدنيه كتلتها 80 جرام. ركز بس معايا هنا. انا عندي اناء كتلته كام؟ 160. حطيت عليه كام؟ 80. يعني في قطعه معدن، حته حديده كده، رحت راميها جوه كوبايه الميه. طبيعي ان الكتله الكليه دلوقتي بقت الكتله دي زائد الكتله دي، صح؟ ما انا عندي 160 جرام، رحت انا كابت فيهم 80 جرام، بقى اصبح الكتله الكليه دلوقتي المفروض الطبيعي 240، صح؟ بس ده ما حصلش. ليه ما حصلش؟ لانه بعد شويه قال لي فغاصت في الماء وكانت كتله الاناء عندئذ 220. الله، امال فين ال 240؟ معنى كده ان في 20 جرام ايه؟ طاروا. طيب ركز بقى معايا، ركز بس، تخيل اللي حصل. كوبايه ميه مليانه ميه لحد اخرها، حطيت فيها حته حديده. حته الحديده ديت كتلتها 80 جرام. لما حطيتها اكيد الميه هتعلى. طب لما الميه تعلى هيتكب شويه بره. الشويه اللي اتكبوا بره دول هم الفرق، هم ال 200 جرام، اسف هم ال 20 جرام. الفرق بين ال 240 وال 220. عشان كده الكتله قلت. ليه قلت؟ لان في شويه ميه اتكبوا بره. حلو.
تمام. في قاعده بقى بتقول لك ايه؟ لو انا جبت حته حديده، حته ايه؟ حديده ديت حطيتها في الميه وكبت شويه ميه، فحجم الحديد او المعدن اللي اتحط دوت هو حجم الميه اللي اتكبت. ما طبيعي، ما انا خدت مكانهم. يعني انا دلوقتي الميه مليانه، رحت انا دخلت فيها معدن، المعدن دوت اخد شويه مكان شويه ميه اتكبوا بره، يبقى الحجم او الحيز اللي خده المعدن هو الحيز اللي كانت واخداه الميه اللي اتكبت يعني. تمام. طيب معناه ايه؟ معناه ان الحجم ماء مسكوب هيساوي حجم المعدن. بس خلي بالك الحجم واحد بس الكتل مش واحده. ليه؟ لان حجم الماء المسكوب كان 20 جرام، لكن حجم المعدن كان 80 جرام. وانت خدت في الحصه مع المستر قال لك لو عايز تجيب الكثافه النسبيه، بس في حاله تساوي الحجوم اقسم الكثافه النسبيه في حاله تساوي الحجوم اقسم كتله الماده على كتله الميه. وانا الحمد لله اثبتت لك ان الحجمين واحد، وبما ان الحجمين واحد يبقى اقسم لي كتله الماده اللي هي 80 على كتله الميه اللي هي 20، تطلع الكثافه النسبيه ب4. 80 على 20 فيها 4. تمام. يبقى كده الكثافه النسبيه بكام؟ ب4. تمام. طبعا الفكره دي مهمه جدا جدا في حاله تساوي الايه؟ الحجوم. 6. إذا علمت أن إناء يسع 90 كيلو جرام من الماء عند درجة حرارة الغرفة، بينما يسع 60 كيلو جرام زيت عند نفس درجة الحرارة. خلي بالك هي ليه هي؟ ما هو إناء واحد، الإناء دوت في حجم واحد، حطيت فيه مية لحد آخره، بس كانت كتلة المية تساوي 90 كيلو جرام، صح؟ رحت كبيت المية ومليته زيت، بقى أكيد ما هو نفس الحجم، ما هو نفس الإناء، صح؟ بس كتلة الزيت دلوقتي بقت كام؟ 60 كيلو جرام. طب ما هو نفس القاعدة، يبقى كده أصبح عندنا حجم المية يساوي حجم الزيت. عرفت منين؟ لأن هما اتحطوا في نفس الإناء، وأكيد الإناء حجم واحد، صح؟ هو طالب منك الكثافة النسبية للزيت، صح؟ تمام. هو عايز أول حاجة كثافة الزيت وحجم الإناء، خلينا في كثافة الزيت الأول، تمام؟ إحنا هنا نعرف نحسب الكثافة النسبية، صح؟ الكثافة النسبية هتبقى كتلة زيت على كتلة مين؟ كتلة مية. مظبوط؟ تمام. كتلة الزيت 60، كتلة المية 90، اقسم لي 90 على 60 او اسف 60 على 90 تطلع 2 على 3. 2 على ايه؟ على 3. تمام؟ يبقى احنا كده جبنا مين؟ الكثافة النسبية للزيت. طيب لو انت عايز تجيب كثافة الزيت اضرب في 1000. يبقى كثافة الزيت 2 على 3 في 1000. صح؟ لأن الكثافة النسبية 2 على 3، يبقى كثافة الزيت 2 على 3 في ايه؟ في 1000. يبقى احنا كده خلصنا أول مطلوب. طيب عايز حجم الإناء بس باللتر. ماشي يا جدعان، ما هو حجم الإناء الحجم قانونه كتلة على كثافة. ده قانون استخدمناه كتير. فالكتلة على الكثافة، الكتلة بكام؟ بتاعت الزيت، عشان هنجيب كثافة الزيت 60، كثافة الزيت 2 على 3 في 1000. حلو؟ خلي بالك بقى ان هيطلع لك هنا رقم بعد ما تقسم القسمة ديت وحدة قياسه متر مكعب. بس سعادتك عايزه بوحدة ايه؟ مش سعادتك، ده هو طالبه منك كده. هاته بوحدة الايه؟ باللتر. خلي بالك اللتر اصغر من المتر مكعب. يعني المتر المكعب فيه 1000 لتر. صح؟ تمام. لو المتر المكعب فيه 1000 لتر يبقى لو انت عايز تحول من الكبير اللي هو المتر المكعب الى، طبعا كان مستر قال لكم عليها في الحصه ديت، لو عايز تحول من المتر المكعب للتر اضرب في كام؟ في 10 أس سالب 3 لأن المتر المكعب هو الكبير. تمام؟ تمام. 7.
كرتان لهما نفس الكتلة لكن حجم الكرة التانية نصف حجم الكرة الأولى، كم مثلا تساوي كثافة الكرة التانية بالنسبة إلى كثافة الكرة الأولى؟ طبعا دي مسألة برضو مقارنة الكثافة كنا حليناها من شوية. هتقولي إن الكثافة الأولى على الكثافة التانية دي هتساوي بعلاقة طردية M1 على M2 ولكن بعلاقة عكسية الحجم التاني على الحجم الأول. تمام؟ قال لك إن الكرتان لهم نفس الكتلة، إذا M1 طارت مع M2. طيب اتفضلي الفوليوم. قال لي إيه هو؟ إن حجم الكرة التانية نصف حجم الكرة الأولى، يعني الفوليوم 2 بيساوي نص فوليوم 1. يعني فوليوم 1 عشان تبقى بسيطة أكتر 2 من فوليوم 2. طب يلا بينا سيب فوليوم 2 زي ما هو واقسم تحت، شيل فوليوم 1 وحط مكانه 2 من فوليوم 2. تمام؟ فوليوم 2 فوليوم 2 اصبحت النسبه بتاعتهم كام؟ 1 على ال2. طبعا دي مسائل يعني مش صعبه، حلينا اصعب منها. دلوقتي بقى نخش على اهم اسئله الحصه الثالثه. طبعا الحصه الثالثه اللي حصه الضغط. الضغط اللي هو كان القانون العام للضغط اللي هو البي بتساوي اف على ايه. تمام؟ قبل ايه اي حاجه ثانيه. اول سؤال بيقول لك شخص وزنه W يقف بكلتا قدميه على الارض، فاذا كانت مساحه تلامس كل قدم مع الارض ايه؟ فان الشخص يؤثر على الارض بضغط يساوي كام؟ طبعا W على 2 ايه؟ لان الشخص واقف برجلين، كل رجل فيهم مساحتها ايه؟ يبقى المساحه الكليه اللي مؤثر بيها الشخص على الارض 2 ايه؟ ووزنه كام؟ W، يبقى W على 2 ايه. المسائل طبعا مش معنى كده ان هو دوت الوحيد المهم، لا انا قلت لكم لو في اسئله ثانيه احنا ما حليناهاش وكانت واقفه معاكم ممكن تقولوا لي ارقامها في الكومنتات ونحلها في الواجب الجاي باذن الله. متوازي مستطيلات ابعاده 4 5 8 وكتلته كام؟ 100 او اسف 1 وربع، وضع على سطح مستوى افقي. احسب اول حاجه الكثافه. خلي بالك ان الكثافه كتله على حجم، صح؟ كتله على ايه؟ على حجم. تمام؟ فطبعا الحجم بتاع متوازي المستطيلات الطول في العرض في الارتفاع. الكتله بواحد وربع. الحجم الثلاثه مضروبين في بعض 4 في 5 في 8. معلش اقفل لي قوس، كل دول مضروبين في 10 أس سالب 6 عشان احنا بنحول السنتيمتر المكعب. تمام؟ طيب 4 في 5 في 8 في 10 أس سالب ايه؟ 6. نرجع بس للآلة الجميلة بتاعتنا. هنقسم كام على كام؟ 1 وربع. هنقسمه على، افتح قوس، 4 في 5 في 8، اقفل لي القوس واضرب كل الكلام دوت في 10 أس سالب 6. يطلع الحجم القيمه ديت 7 8 12 ونص. تمام؟ ده اسف دي الكثافه. دي الكثافه بكام؟ 7 8 12 وايه ونص. ارجع بس معايا عشان عايز اقول لك حاجه. تمام؟ نرجع بس للمساله كده. احنا جبنا الكثافه، افتكر معايا جبناها بكام؟ 7 8 12 ونص. دي الكثافه. بص بقى المطلوب الثاني والثالث، هو بيقول لك احسب اقل ضغط او اقصى ضغط واقل ضغط. بص ركز معايا، خلي بالك ان الضغط الناتج عن الاوزان، الضغط الناتج عن الايه؟ الاوزان بيساوي رو جي اتش. بيساوي مين؟ رو جي اتش. هتقول لي يا مستر ده ضغط السوائل، اقول لك لا، احنا لما استنتجنا ضغط عند نقطه في باطن سائل عوضنا عن الاف بام جي، ومنها وصلنا لان البي بتساوي رو جي اتش. هو مش اللي ضاغط دلوقتي على السطح الافقي هو وزن متوازي المستطيلات؟ طيب يبقى انا ممكن برضو اعوض عن الاف بام جي، حقي صح؟ طيب طب انت عايز تعمل كده ليه؟ عايز اعمل كده عشان اقول لك هو عايز اقصى ضغط، يبقى لازم استخدم اقصى ارتفاع لمتوازي المستطيلات. ولو عايز اقل ضغط يبقى لازم استخدم اقل ضغط لمتوازي المستطيلات، اسف اقل ارتفاع لمتوازي المستطيلات. طيب هو فين اقصى ارتفاع؟ ال8.
وفين اقل ارتفاع؟ الاربعه. يبقى سعادتك لو بتدور على البي بس اقصى قيمه ليها هتساوي الرو 7 8 12 ونص في الجي اللي هي ب 10 او 9 و8 في اقصى قيمه اللي هي كام؟ 8 ولكن في 10 اس سالب 2. طيب لو انت عايز الرو او اسف البي بس اقل قيمه، البي اللي هو البريشر الضغط، هتساوي الكثافه اللي هي 7 8 12 ونص مضروبه في كام يا شباب؟ مضروبه في 10 اللي هي عجله الجاذبيه، مضروبه في اقل ارتفاع بقى اللي هو 4، يبقى في 4 في 10 اس سالب 2. ديت تجيب لك اقصى ضغط، ديت تجيب لك اقل ضغط. تمام؟ طبعا طلع انت بقى النواتج هتطلع صح ان شاء الله باذن الله. 4 سياره كتلتها 1200 كيلو جرام، مساحه سطح تلامس كل اطاراتها الاربعه مع الارض 10 سنتيمتر مكعب. احسب الضغط الذي تؤثر به السياره على الارض. سهله، الضغط بيساوي الاف على الايه، صح؟ طبعا اللي ضاغط على الارض هو وزن السياره، فوزن السياره هنا طبعا معيش بقى كثافه السياره عشان اقول لك ان هو رو جي اتش، وزن السياره ام في جي، صح؟ مقسوم على الايه اللي هي المساحه. خلي بالك هو قال لك ان مساحه سطح اطاراتها الاربعه مع بعض 100، دي مساحه كليه مش مساحه اطار واحد، هم 4 اطارات، فالاربع اطارات على بعض هو قال لي ان هم ب 100. تمام؟ يبقى نعوض بالمساحه الكتله الكليه على المساحه الكليه. 1200 في 9.8 مقسومه على كام؟ مقسومه على 100 اهي، 100 بس في 10، لا مش في 10، هو مديانا كده بقيمه او عايز اتعوض بيها اللي هي 9.8. طلع الناتج تطلع ايه؟ يطلع الضغط اللي بتأثر بيه السيارة على الأرض. 7 في الشكل المقابل يضع رجل دبوس بين الإبهام والسبابة بحيث يضغط على رأس الدبوس بقوة نص نيوتن. خلي بالك لو أنا حاطط كده دبوس بين ايديا الاتنين وانا بدوس عليه من فوق، وطبيعي ادوس من فوق، فالقوه اللي انا دوست بيها من فوق هي القوه اللي هياخدها السن ويخترق الصباع، صح؟ هو السن دوت هيجيب قوه منين؟ ما هو جايب قوه من الضغط، فالقوه اللي ضغط على راس الدبوس هي القوه اللي مأثره على سن الدبوس، لان السن دوت مستني الضغط اللي هيقع عليه، والضغط اللي هيقع عليه جاي من راس الدبوس، فانا اثرت بقوه على راس الدبوس، القوه ديت نتجت عن سن الدبوس. ليه؟ لان هو هنا بيقول لك ايه؟ دي الراس، صح؟ دون ان نخترق السبابه، فاذا كانت مساحه سطح الراس تمام بالرقم ده، احسب القوه التي يؤثر بها سن الدبوس. ما هو سن الدبوس جاب القوه بتاعته من راس الدبوس، صح؟ يبقى اذا القوه بكام؟ القوه اللي مأثر بيها السن هي القوه اللي مأثر بيها الراس، هو كام؟ نص نيوتن. تمام؟ حلو الكلام. بعد كده عايز الضغط. الضغط برضو امره سهل، لان الضغط اف على ايه؟ صح؟ الاف بنص ولكن الايه بكام؟ ب6 في 10 اس سالب 5. تمام؟ احسب الحسبة وطلع الناتج. المسألة سهلة بس نفهم هو بيقول ايه. هنخش على الحصة الرابعة. الحصة الرابعة كانت تحت عنوان الضغط عند نقطة في باطن سائل. تمام؟ بيقول لك اختر الإجابة الصحيحة. يوضح الشكل أنابيب متصلة بقاعدة أفقية. إذا صب الماء تدريجيا فإن ارتفاع الماء في الأنابيب المتفرعة A و B و C. خلي بالك المساحة ملهاش دعوة. في حتة الأواني المستطرقة المساحة ملهاش دعوة. ليه ملهاش دعوة؟ لأن الفكرة كلها في الارتفاع والكثافة. ليه الارتفاع والكثافة؟ لأن البي في الحالة ديت هيساوي رو جي في اتش، فالفكرة كلها فين؟ في الكثافة والارتفاع، كده كده جي ثابتة. تمام؟ فأنا دلوقتي لما أحط المية من هنا مش كثافة السائل ده واحدة، غصب عنهم الارتفاع هنا هيبقى قد الارتفاع هنا، هيبقى قد الارتفاع هنا. كلهم متعرضين للضغط الجوي، كلهم نفس السائل، فكلهم نفس الكثافة. إذا هيوصلوا عند نفس الإيه؟ الارتفاع. إذا هي رقم ألف. اتش اي قد اتش بي قد اتش سي. خلي بالك غصب عنه. اصلا هي دي فكره عمل الاواني،
ليه غصب عنه؟ مهما كانت مساحه الاشكال اللي محطوطه قدامك ديت وانت صبيت فيهم سائل واحد، يعني ميه زيت، المهم ان هو سائل نوع واحد، هيوصل لارتفاعه لنفس المقدار. اول حاجه بيملى القاعده، صح؟ بعد ما يملى القاعده بيبدا يعلى بالتدريج في الثلاث اواني او في الاربع اواني. لازم بالتدريج، ما ينفعش يكون واحد من دول ليه ارتفاع اكبر من الثاني. طيب سؤال، امتى يكون ليهم ارتفاع اكبر من الثاني؟ لما اصب في كل واحده سائل مختلف. تمام؟ كده اصبح الارتفاعات مختلفه، لان فرق الكثافه عوض فرق الارتفاع، فالضغط بقى واحد برضه. تمام؟ لكن طول ما هم سائل واحد الارتفاع هيوصل عند نفس المقدار. 7. خزان ماء فارغ طول ضلعي قاعدته، هو دي حصة عربي. طول ضلعي قاعدته المستطيلة، الشكل يساوي 1 و2 و2 و3. يؤثر وزن الخزان بضغط مقداره 350 باسكال. انتوا عارفين طبعا ان الباسكال هي الوحدة الأساسية للضغط. على السطح الذي يرتكز عليه، ما وزن الخزان؟ طبعا انت عارف ان الضغط القانون العام بتاعه اف على ايه. هو عايز مين هنا؟ هو عايز الوزن. عايز ايه؟ عايز وزن الخزان اللي هو الاف جي، لان انت عارف الخزان بيأثر بقوة وزنه، فاصبح ان الاف جي بيساوي البي في الاي. الاف في الجي بيساوي البي في الاي. تمام؟ البي بكام؟ 350 في الاي اللي هي طولي ضلعين في بعض 2 و3 مضروبه في 1 و2 اللي هي كده المساحه على بعض. الرقم ده تقريبا بيطلع 900 وشويه، وعندك 900 يبقى 966. تمام؟ يبقى مقدار القوه بتاعت وزن الخزان 966. هنخش على السؤال رقم 10. اذا كان ضغط السائل A كثافته 1800 كيلو جرام لكل متر مكعب عند نقطه في باطنه على عمق 20. عمق كام؟ 20. يبقى الكثافه معايا العمق معايا يساوي B، فإن الضغط سائل B كثافته الرقم دوت بس على عمق 60 يساوي كام B؟ طب ما تيجي نحسب قيمة البي الواحدة. قيمة البي الواحدة هتساوي رو جي اتش، صح؟ الرو بكام يا شباب؟ ب 1800. عارف السائل الاول اللي هو قيمه ضغطه بي، والارتفاع بتاعه كام؟ 20 بس 20 في 10 اس سالب 2. حلو بالكلام. وطبعا الجي ب 10. الجي بكام؟ ب 10. الكلام دوت يطلع 3600. تمام؟ يبقى ال 3600 ديت هي قيمه مين؟ قيمه البي، صح؟ تعالوا بقى نحسب الضغط بتاع السائل التاني اللي هو هيبقى البي 2. البي 2 هيبقى برضه رو جي اتش، بس الرو الثانيه ب 1800. معلش هنا الرو الاولى ب 1200. الرو الاولى هي مش 1800. الرو الاولى هي بكام؟ ب 1200. معلش الرو هنا ب 1200. الرو الثانيه هي اللي ب 1800. معلش الصيام مقصر والله. ألف وتمنمية. تمام؟ 1800 في كثافة أو عمق السائل التاني 60، فهي 60 في 10 أس سالب 2. الكلام ده هضربه في 10 اللي هي عجلة الجاذبية. طبعا تطلع القيمة هنا 7200. طبعا ال 7200 ضعف ال 3600، يبقى إذا الضغط التاني بيساوي 2 بي، لأن الضغط الأول 3600، الضغط الثاني 7200، اذا الضغط كله على بعضه كام؟ 2 بي. اللي بعده غواصه مستقره حيث كان سطحها العلوي على عمق 400 متر اسفل سطح ماء البحر، كثافته 1.25، فان الضغط المؤثر على سطحها العلوي يساوي كام؟ علما بان الضغط الجوي بالرقم دوت وعجله الجاذبيه بالرقم ده. طبعا مسألة سهلة جدا وتعويضها تعويض مباشر. الرو او البي بيساوي رو جي اتش يا شباب. طيب رو جي اتش كل حاجة معاك، الرو 1025. تمام؟ الجي قال لك ان هي ب 10
وقال لك ان الكثافه بتاعت او اسف العمق ب 400. ما تنساش ان ده بحر، فالبحر كده كده مفتوح، فبنحط على القانون دوت الضغط الجوي، فبنزود عليه قيمه الضغط الجوي اللي هي الرقم ده 1.013 احسبها وطلع قيمه الايه الضغط على الغواصه. المسائل يقول لك طبقه من الماء سمكها 50 سم تستقر فوق طبقه من الزئبق سمكها 20 سم. احسب الفرق في الضغط بين نقطتين احداهما عند السطح الفاصل بين الماء والزئبق والاخرى عند قاع طبقه من الزئبق. خلي بالك هو هنا راسم لك او بيقول لك ان في اناء، الاناء دوت نصه ميه او نصه تحته زئبق، ونصه اللي فوق ميه. في نقطه هنا مستقريه عند السطح الفاصل بين الماء والزئبق، ونقطه تانية مستقريه عند سطح مين؟ سطح الزئبق. بص بقى هو عايز الفرق بين النقطتين. طبعا النقطه الاولى ديت بيضغط عليها الميه، النقطه الثانيه بيضغط عليها الزئبق والميه، صح؟ ما النقطه الثانيه تحت، فالثانيه متاثره بالزئبق ومين؟ والميه. فلما ادوس بالميه والزئبق على النقطه ديت يبقى كلهم متضغطين عليها، لكن النقطه الاولى الميه بس. فانا لما اجي اطرح الميه والزئبق ناقص الميه بس يتفضل مين؟ الزئبق. تاني انا دلوقتي لما اجي اجيب الزئبق لوحده او اجي اجيب النقطه اللي تحت، فرقها من النقطه اللي فوق ايه؟ ان النقطه اللي تحت زياده عليها الزئبق، صح؟ لكن النقطه اللي فوق ميه بس. يبقى الفرق بين الضغطين هو ضغط طبقه مين؟ الزئبق. يبقى سعادتك لو عايز تجيب الدلتا بي اللي هو الفرق في الضغط ده هيبقى رو جي اتش. تمام. رو جي اتش يعني كام؟ الرو بتاعت الزئبق 13600 هي كده كده محفوظه ومش حاطينها بس احنا ايه عارفينها. في الجي ب 10 طبعا المفروض تبقى معطى، انت ما عندكش حفظ كثافات بس هي اتنست في الفايل. تمام. 13600 في 10 في العمق بتاع او سمك طبقه الزئبق اللي هو كام؟ اللي هو 20. يبقى اضرب في 20 في 10 اس سالب 2. عوض يطلع الناتج صح ان شاء الله. 4 من الشكل المقابل احسب الضغط الكلي عند النقطة A. من الشكل السابق احسب الضغط الكلي. خلي بالك ان ده 2 متر ارتفاعه وده 4 متر ارتفاعه، صح؟ توتال هتقول لي خلي بالك هو في حته هنا الحته ديت مش تبعنا ولا ايه؟ اقول لك مش تبعنا. ليه مش تبعنا؟ لان الضغط هنا قوه ممسيه، وانت عارف ان القوه الممسيه لما تبقى موازيه ما بتعملش ضغط، لكن اللي بيعمل ضغط مين؟ العمودي. فالعمودي هو 2 وكام؟ و4. اذا الارتفاع كله كام؟ 6 متر. بس كده بقت سهله. هتعمل ايه؟ هتجيب الضغط عند سطح الميه رو جي اتش. تمام؟ الرو ب 1000، الجي ب 10، الارتفاع ب 6. تمام؟ طبعا مسألة سهله وتعويضها تعويض مباشر. 7 يحتوي حمام سباحه على سائل كثافته طبعا ده 1000. ادي في هنا واحد اهو وفي هنا 3 اصفار جمعناهم بقى 1000. معلش هي غلطه في الكتابه. موجود على سطح كوكب مجهول حيث يؤثر السائل بضغط مقداره 8400 على عمق 2.4 متر. احسب عجله الجاذبيه من نفس القانون. خلي بالك عجله الجاذبيه هي اسمها اصلا عجله الجاذبيه الارضيه، دي اللي انت حافظها، دي اللي ب 10 وب 9.8. تمام؟ طيب لكن اي كوكب تاني او اي حته تانيه بره كوكب الارض مختلفه في عجله الجاذبيه. هو بيقول لك ايه؟ احسبها لي. تمام؟ انت عارف ان الضغط عند السوائل رو في جي في الاتش. طيب يبقى انت لو عايز الجي هتقسم يا باشا الضغط وتحت في الرو وفي مين؟ في الاتش. الضغط قال لك 8400 صح؟ الرو قال لك ان هي 1000 اللي احنا جمعناها سوا ديت اللي هي 1.3 اصفار. في الاتش قال لك 2.4 اقسمهم على بعض تطلع قيمه الجي بتاعت الكوكب. تمام؟ طبعا المساله برده ما فيهاش اي حاجه، يعني الجزء ده مش واو قوي. 8 يوجد هيكل قارب غارق في قاع البحر عند عمق 12
تحت سطح البحر، حيث متوسط كثافة ماء البحر يساوي 1025. تمام؟ مساحة سطح الهيكل دوت كانت 15 متر مربع. ما القوة الكلية التي يؤثر بها الماء على هيكل القارب؟ طيب هو هنا عايز القوة. لو انت عايز القوة ارجع بقى للقانون الأصلي أحسن. القانون الأصلي اللي بيقول لك إن القوة بتساوي، معلش مش القوة، هي لسه معلقة. إن الضغط بيساوي القوة مقسومة على إيه؟ على المساحة، صح؟ فسعادتك لو عايز القوة هتبقى بتساوي الضغط في المساحة. تمام؟ بس انت معكش الضغط كقيمة مباشرة، بس انت عارف ان الضغط في السوائل، هنا دي الاف اهي، انت عارف ان الضغط في السوائل رو جي اتش، صح؟ الكلام دوت هيضرب في مين؟ في الايه اللي هي الايه؟ المساحة. لو جيت دورت كل حاجة هنا معاك، أول حاجة أنت عايز رو جي اتش في إيه؟ صح؟ أول حاجة الرو 1025، تاني حاجة الاتش 12، حاجة الجاذبية 10 في الإيه اللي هي المساحة اللي هي كام؟ 15. اضربهم في بعض كلهم يجيب لك مين؟ يجيب لك القوة. تمام؟ طيب دي كانت الحصة الإيه؟ الرابعة. هنخش دلوقتي في الحصة الإيه؟ الخامسة. كده خلصنا واجب اول 4 حصص الحمد لله. هنخش طبعا، هو مش واجب كامل زي ما قلت لكم، هي افكار شامله على كل جزء اتشرح في المنهج. تمام؟ انت زي ما قلت لك لو في افكار حاسس ان هي لسه واقفه معاك في حل الواجب ومحتاجها، ممكن تحطها لنا في الكومنتات وهنحلها لك المره الجايه باذن الله. طيب واجب الحصه الخامسه. طبعا الحصه الخامسه كانت تحت عنوان الانبوبه ذات الشعبتين. اخترنا برضو اهم الاسئله اللي موجوده عليها. بيقول لك يمكن تعيين الكثافة النسبية للكيروسين باستخدام الأنبوبة ذات الشعبتين من العلاقة. هو عايز الايه؟ الكثافة النسبية للكيروسين. طيب دي الاختيارات اهي. عايز الكثافة النسبية لمين؟ للكيروسين. طيب لو انت عايز الكثافة النسبية للكيروسين فالعلاقة بتاعة الأنبوبة ذات الشعبتين ان الكثافة علاقتها عكسية مع الارتفاع، لأن احنا لما كنا بنقول ان رو 1 اتش 1 بيساوي رو 2 اتش 2، فطبعا رو 1 اتش 1 رو 2 اتش 2 في علاقه عكسيه بين الرو وبين الاتش، دي مباشره. فانت هتدور في القانون على العلاقه العكسيه. رو كيروسين على رو ووتر بتساوي اتش كيروسين على اتش ووتر، دي غلط لان دي كده علاقه طرديه. تمام؟ تعالى هنا، رو كيروسين على رو ووتر بتساوي اتش ووتر على اتش كيروسين، دي صح لان دي كده علاقه ايه؟ عكسيه. وفي الانبوبه ذات الشعبتين يوجد علاقه عكسيه بين الارتفاع وبين الكثافه. الضغط عند نقطه في باطن سائل، نقط الضغط عند نقطه على سطحه. طبعا الضغط جوه الباطن اكبر لان انت في باطن السائل، فبيضغط عليك حاجتين، الضغط الجوي وبيضغط عليك الوزن السائل، لكن لما تطلع على السطح بيضغط ضغط جوي بس. اذا فالاجابه اكبر منه. في الشكل المقابل اي النقاط الاتيه لها ضغط متساوي. طبعا انت عارف القاعده الاساسيه بتاعه الاواني المستطرقه ان الضغط ثابت عند نفس المستوى الافقي. لو انا كده شديت خط افقي فالضغط ثابت عنده. تمام؟ فالنقاط E و D و A على نفس المستوى الافقي، اذا ليهم نفس الايه؟ الضغط، فهتختار E و D و A. الاجابه رقم ج. 6. أنبوبة ذات شعبتين بها سائلين مختلفين X و Y في حالة اتزان. طالما السائلين مختلفين يبقى كده في اختلاف في الكثافة والارتفاع، لكن لو سائل واحد، خلي بالك ركز معايا، ادي أنبوبة اهي. تمام؟ لو سائل واحد فلازم السائل الواحد دوت يقف عند نفس الارتفاع في فرعين، لازم. لكن لو سائلين مختلفين هيبقى فيه فرق في الارتفاع حسب فرق الايه؟ الكثافة. خدها في اعتبارك دي. تمام؟ انبوبه ذات شعبتين بها سائلين مختلفين واي واكس في حاله اتزان داخل الانبوبه. اذا كان الارتفاع واي في الفرع الذي مساحته ايه هو اتش، وارتفاع السائل اكس في الفرع الذي مساحته 2 ايه هو 2 اتش، مش هتفرق معايا في حاجه. المساحات مش هتفرق معايا في حاجه.
تمام؟ لان القانون بيقول لك ان رو في اتش بيساوي رو في اتش، في علاقه عكسيه، يعني رو 1 على رو 2 هتساوي اتش 2 على اتش 1. انت عايز مين؟ انت عايز اكس على واي، صح؟ عايز اكس على واي ككثافات، يبقى هتقسم عايز اكس على واي يبقى هتقسم كارتفاعات واي على اكس. تمام؟ طيب ارتفاع واي 5 اتش، ارتفاع اكس 2 اتش. تاني معلش انا عملت ايه؟ هو عايز النسبه بين الكثافات اكس على واي والكثافات بينها وبين الارتفاعات علاقه عكسيه في الانبوبه ذات الشعبتين، فلو انت عايز في الكثافه اكس على واي يبقى في الارتفاع واي على اكس. تمام؟ يبقى طبعا اتش هتروح مع اتش، تفضل كام على كام؟ 5 على الاثنين. الاجابه ج طبعا. 4 طبعا دي بقى مساله انبوبه على شكل حرف يو، طول كل من فرعيها 30 سم، ملئت الى منتصفها ماء، فاذا صب في احد فرعيها سائل طوله 10 سم حتى امتلأ الفرع تماما، فما هي كثافته؟ كثافه السائل. تمام؟ ركز معايا وتعالى نرسم. دي كده الانبوبه. تمام؟ طيب الانبوبه ديت هو صب فيها 30 سم، تمام؟ طول كل من فرعيه، يعني الفرع كله هنا طوله كام؟ 30 سم، صح؟ ده زيه برضو. ملت الى منتصفها ماء، يعني لحد المنتصف هنا في ميه. تمام؟ خلي بالك بما انه سائل واحد يبقى لازم الارتفاع يكون على خط افقي واحد، يبقى لازم ازود حته هنا كمان. تمام؟ طيب كده فيها ميه، في اذا صب في احد فرعيها سائل طوله 10 سم. تمام؟ بصوا بقى، ركز معايا ركز معايا، انا هصب هنا سائل. حلو؟ خد بقى لون جديد. السائل دوت يا شباب هياخد هنا، خلي بالك هي اتملأت لمنتصفها عشان بس نمشي بالتدريج، نمشي بالايه؟ بالتدريج. سيبك من ال 30 دي. تمام؟ الانبوبه اتملت لنصها ميه، يعني الطول هنا كام؟ 15 سم، صح؟ طيب رحت انا صبيت ايه؟ صبيت سائل. السائل دوت هياخد ارتفاع 10 سم. خلي بالك هو انا المفروض عندي هنا كله كام؟ 15، لان الانبوبه كلها كان ارتفاعها 10، كان ارتفاعها اسف 30. طول فرع الانبوبه كام؟ كان 30، انا مليته ميه لحد المنتصف. طيب انا هصب زيت او هصب سائل، يعني هينزل هنا كده، هياخد ارتفاع كام؟ 10 سم. تمام؟ طيب الانبوبه ديت وهي واخده 15 سم، يبقى اذا ارتفاع السائل كام؟ 10، يبقى الاتش بتاعت السائل كام؟ 10، والاتش بتاعت الميه هنا كام؟ 15. طيب انا هنا صبيت ايه؟ 10 سم من السائل. طب وبعد ما صبيت 10 سم من السائل حتى امتلأ الفرع الاخر تماما ماء. هي تماما، يعني ايه امتلأ تماما؟ يعني كل الميه، معناها ان كل الميه اللي كانت هنا راحت طالعه هنا. هي اصلا الانبوبه ديت ارتفاعها كان كام؟ كان 30، صح؟ لما كانت منتصفها 15 وكانت الناحيه الثانيه فيه 15، السائل دوت اللي كان طول ارتفاعه 10 سم فضل ينزل لحد ما زق الميه كلها راحت طالعه من الناحيه الثانيه. تمام؟ ده اللي هو قصده عليه. يبقى الميه اللي هي بالازرق كده طلعت لحد الاخر ونزلت من هنا، خلاص مبقاش فيه هنا ميه. هنا مبقاش في الحته ديت مبقاش فيها ميه. تمام؟ السائل صب زق الحته دي كلها، راح ساحب الميه كلها الناحيه الثانيه، فاصبح طول السائل 10 وطول الميه كام؟ 30. ليه طول الميه 30؟ لان هو قال لك امتلأ الفرع لحد الاخر. تمام؟ والسطح الفاصل بين السائل اللي هو 10 سم وارتفاع الميه اللي هو 30، يبقى كده معانا كل حاجه، ناقصنا بس كثافه ايه؟ السائل. يلا نعوض. هتقول لي ان رو 1 في اتش 1 هتساوي رو 2 في اتش 2. خلي بالك هي المساله غريبه شويه، لان هو معناها كده ان هو امتلأ الفرع الاخر لحد اخره، يعني الميه كلها اللي كانت موجوده هنا نزلت لحد الاخر. تمام؟ فالسطح الفاصل هو يعتبر القاعده بقى. ليه القاعده؟ لان الميه
نزلت من الفرع دوت راحت طالعه كلها ماليه الفرع ده. خلي بالك هي كانت الميه واقفه هنا عند 15 وهنا عند 15، لما قال لك ان الميه اتملت لحد المنتصف. لما صبيت السائل قال لك ان الميه ملت النص الفاضي اللي هو كان برده 15، يعني انا خدت ال 15 اللي كانوا هنا حطيتهم هنا، فاصبح ارتفاع الميه كله كام؟ 30. لو ارتفاع الميه كله 30 وقدامه ارتفاع السائل 10، نطبق القاعده. الميه ارتفاعها 30 في كثافتها طبعا 1000، ارتفاع او كثافه السائل انا عايزها ارتفاع السائل كام؟ 10. تمام؟ طبعا لو ضيرت ال10 مع صفر من هنا 100 في 30 بكام؟ ب 3000. يبقى الكثافه بتاعت السائل الثاني كام؟ 3000. ركز لان المسائل بتاعت الانبوبه مبنيه كلها على الارتفاعات. تمام؟ اللي بعدها انبوبه على شكل حرف يو، مساحه مقطعها 2 سم مربع، بها كميه من الماء، صب بها 9 سم مكعب. طبعا ده حجم، ودي كده ايه؟ مساحه. من الكيروسين في احدى الفرعين، فاصبح فرق ارتفاع الماء في الفرعين 3.6 سم. اوجد حجم البنزين اللازم صبه في الفرع الاخر حتى يصبح مستوى سطح الماء في الفرعين متساوي او في مستوى افقي واحد. احسب مين؟ حجم البنزين. عايز حجم الايه؟ البنزين. ركز بقى معايا. نرسم انبوبه تانية. الانبوبه ديت هنحط فيها ايه؟ ركز بقى معايا. انبوبه على شكل حرف يو، مساحات مقطعها كذا، صب بها كميه من الماء. تمام. حجم الكميه اللي اتصبت من الميه 9 سم مكعب في احدى، لا هي صب بها كميه من الماء بس، بعد كده اقف لحد كلمه صب بها كميه من الماء. تمام. نجيب بس اللون بتاع الميه. يبقى بما ان انا صبيت كميه من الميه فادي الميه اهي. دي الميه اللي اتحطت. تمام. بعد كده قال لك ايه؟ ان انا صبيت حجم او صب بها 9 سم مكعب من الكيروسين في احدى الفرعين. تمام. طيب هو انا لو صبيت حجم كيروسين بالرقم دوت اللي هو 9، تمام، وانا اصلا عندي مساحه الانبوبه 2 سم مربع، مش انا كده اعرف اجيب ارتفاع الكيروسين؟ مش كده دوت سائل، فلما هيخش جوه الانبوبه هياخد مساحه الانبوبه، صح؟ يبقى انا كده معايا مساحه الكيروسين ومعايا حجم الكيروسين، صح؟ ممكن اجيب ارتفاعه ازاي؟ الحجم يا شباب عباره عن الارتفاع في المساحه. خدها قاعده اساسيه في حياتك. حجم الكيروسين 9، الارتفاع انا عايزه، والمساحه 2. اذا حجم الكيروسين 4.5 سنتيمتر. تمام. ده ارتفاع الكيروسين لان انا خدت الاثنين 9 لايه؟ 9 ل2، فطلع ان ارتفاع الكيروسين 4.5. يبقى انا كده رحت راجع تاني هنا، فهمت بقى ايه اللي حصل. اللي حصل ان الراجل صب الكيروسين من هنا، فبدا ينزل كيروسين وزق الميه. تمام. فالميه راحت طالعه من هنا، راحت زياده شويه ميه من هنا، صح؟ بص بقى، ده كده تعال، ده كده اخر الكيروسين اهو، شد خط كده، ده كده السطح الفاصل بين الميه والكيروسين. تمام. ده كده السطح الفاصل بين الميه والايه؟ والكيروسين. انا جبت من القانون اللي فوق ان ارتفاع الكيروسين هنا كان 4.5، وهو قال لي كمعطى ان فرق ارتفاع الميه في الفرعين، ده ارتفاع الميه في الفرع دوت، وده ارتفاع الميه في الفرع ده. شايف الحته دي كده؟ هي فرق ارتفاع الميه في الفرعين. تاني، ده كده ارتفاع الميه هنا، وده كده فرق ارتفاع الميه في الناحيتين. اذا الحته ديت هي الفرق، ما الحته دي زياده عن الميه واقفه هنا وهنا واقفه هنا، الحته دي كده هي الفرق، صح؟ طيب لو انا شلت الفرق دوت يبقى ده ارتفاع عمود الميه،
اللي هو فوق السطح الفاصل. قال لي بكام ده؟ قال لي ب3.6. بس انا كده جاهز. تمام؟ جاهز تعمل ايه يا عم الحاج؟ جاهز احسب كثافه الكيروسين. صح؟ هنعمل بقى ايه؟ هنشوف. جاهز احسب مين؟ كثافه الكيروسين. طيب انت عايز كثافه الكيروسين؟ عايز كثافه الكيروسين. طب طبق القاعده بتاعت الانبوبات الشعبتين. رو 1 اتش 1 بتساوي رو 2 اتش 2. مظبوط؟ طيب رو 1 بتاعت الميه اللي هي 1000. اتش بتاعت الميه اللي هي 3.6. جبتها منين تاني اخر مره؟ لان هو قال لي ان ارتفاع الميه في الفرعين 3.6. فادي ارتفاع الميه في الفرع دوت وادي ارتفاع الميه في الفرع دوت، الفرق بينهم هي الحته اللي فوق دي. صح؟ يبقى ال 3.6 الفرق هو كده كده ارتفاع عمود الميه في الفرع الثاني. يبقى 3.6 هيساوي رو 2 انا عايزها في اتش 2 اللي هي بكام؟ احنا جبناها فوق بكام؟ ب4.5. تمام؟ يبقى انت لو عايز الرو 2 هتقسم ال1000 في 3.6 مقسومة على ال4.5. تعالوا نحسبها. معلش انا بكتب بس وانا ملوح فكده تطلع متلخبطه شويه. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنكتب كده 1000 في ارتفاع الميه كان 3.6 مقسومه على ارتفاع الكيروسين اللي هو كان 4.5 تطلع 800. تطلع كام؟ 800. ايه الرقم دوت؟ ده كثافه الكيروسين يا شباب. كثافه الايه؟ الكيروسين. المساله لسه ما خلصتش. المساله لسه ايه؟ ما خلصتش. طيب تمام، انا لحد دلوقتي عارفين واقف لحد فين؟ واقف لحد هنا بس. صح؟ تمام. اوجد حجم البنزين اللي لازم صبه في الفرع الاخر حتى يصبح مستوى الماء في الفرعين متساوي. يعني انا هعمل ايه يا شباب؟ ركزوا بقى بالله عليكم عشان هي ايه؟ طويله شويه. هات بقى لون تاني، ماشي، اي حاجه اهو. تمام. هيجي في الفرع التاني بقى، خلي بالك الكيروسين نزل. صح؟ الكيروسين نزل الميه، اسف. هحط انا من الناحيه التانيه هنا ايه؟ بنزين. حط الناحيه التانيه ايه؟ بنزين. هرجع الميه تحت، يعني عايز ارجع الميه الحته دي اللي هي طلعتها اصلا عشان اخلي ارتفاع الميه واقف هنا. صح؟ فانا هفضل اصب بنزين لحد ما انزل تحت. تمام؟ طيب وبعدين هتعمل ايه؟ خلي بالك انا كده معايا ايه في المساله بالنسبه للبنزين والكيروسين؟ خلي بالك الميه دول انتهى لان الميه بقت متساويه. هو قال لي كده خلي الميه متساويه، فالمساله دلوقتي اصبحت بين البنزين وبين الناحيه الثانيه في الكيروسين. صح؟ هو خلي بالك مطلوب المساله عايز حجم البنزين، وانت عشان تجيب حجم البنزين تعالى كده على جنب، المفروض تضرب الاتش في الاي، ارتفاع البنزين في مساحه الانبوبه. صح؟ مساحه الانبوبه معانا ب2 اهي. فاضل لك مين؟ اتش البنزين. اتش البنزين هتجيبه منين؟ هتجيبه من القاعده بتاعت انبوبه الشعبتين. صح؟ ما انت معاك كده كده خلاص. لو جينا طبقنا القاعده، نجيب بس قلم باين. رو 1 في اتش 1 ده كيروسين. رو 2 اتش 2 ده بنزين. شغلانه سودا، بنزين وكيروسين. تمام. تعال بقى عند الايه؟ عند البنزين، او اسف عند الكيروسين. ارتفاعه كان 4.5 في كثافته. الكيروسين ده احنا حسبناها بايدينا من شويه، اللي لسه حاسبينها اللي هي كانت 800 بتساوي رو 2 البنزين دي مديالي 900 تقريبا. هو مديني 2 بتاعت البنزين 900 مظبوط. انا حسبت دي بايديا لما كانت العلاقه بين الكيروسين والميه. حسبت كثافه الكيروسين 900 في اتش البنزين. طيب يلا بينا نحسب اتش الايه؟ البنزين.
حلو تمام. اتش البنزين بقى احسبها ازاي؟ هقسم 4.5 في 800 على 900. مش عايزكم تزهقوا لان هي طويله انا عارف، بس هنستفاد منها ان شاء الله. 4.5 في 800 على ال 900 اللي هي كثافه البنزين، يطلع ارتفاع البنزين 4. ارتفاع البنزين لازم اللي يخلي الميه ترجع تاني وضعها المستوى الافقي 1 4 سم. هو ده المطلوب، ده مش المطلوب. دي ب4 صح؟ يبقى ارتفاع البنزين هنا بكام؟ ب4. ارجع بقى وهات حجم البنزين اللي هو مين في مين؟ اللي هو الايه في الاتش. حجم البنزين هيبقى ايه في اتش؟ ايه مساحه الانبوبه، اتش 4 يطلع في الاخر حجم البنزين ب 8 سنتيمتر ايه مكعب. يبقى حجم البنزين اللازم اللي يخلي الميه تنزل تاني من الفرع اللي هي طلعت فيه وتخليه على مستوى افقي 1 8 سنتيمتر مكعب. طبعا مساله طويله، مساله رخمه، بس احنا حليناها مع بعض خطوه خطوه بالراحه، رسمناها مشينا خطوه خطوه لحد ما وصلنا للناتج النهائي. السؤال رقم 6. طبعا السؤال اللي فات كان سؤال رخم وكان فيه خطوات كتير، حاول تتفرج عليه اكتر من مره عشان توصل للاجابه الصح. 6. انبوبه على شكل حرف يو تحتوي على زئبق اذا سكب في طرفها الايمن ماء ارتفاعه 136، يعني اصبح ارتفاع الميه 36. اوجد ارتفاع الزئبق. خلي بالك دي كده مساله تعويض مباشر من غير حتى ما نرسمها. ليه؟ لان هو قال لك ارتفاع الميه كذا. تمام؟ انت صبيت زئبق الاول بعد كده صبيت عليه ميه، فبقى ارتفاع الميه 136. هو عايز يعرف ارتفاع الزئبق كام. تعويض مباشر. رو 1 اتش 1 دي ما فيهاش اي لعب. رو 2 اتش 2. تمام. رو 1 بكام؟ هنقول دوت بتاع الزئبق 13600. ارتفاع الزئبق اللي هو المجهول. تاني كثافه الميه 1000، ارتفاع الميه قال لي 136. بس كده. الاتش لو انت عايز تحسبها هات ديت تحت دول بالقسمه. تمام؟ فهتبقى 1000 في 136 على 13600 تطلع بالظبط ب 10. تطلع ب 10 بالظبط. تمام؟ تمام. 7. ده اخر سؤال. انبوبه ذات شعبتين وضع بها زئبق، صب فوق ماء في احدى الفرعين ثم صب زيت في الفرع الاخر، فما هو مقدار ارتفاع الزيت الذي يجعل سطح الزئبق في الفرعين في مستوى واحد، علما بان كثافه الزيت 900 وارتفاع الماء 14 سم فوق السطح الفاصل، علما بان كثافه الماء الرقم ده. طيب واحده واحده دي بقى نرسمها. تعالى كده نرسم عشان نعرف هو عايز ايه. دي انبوبه. تمام؟ قال لك الانبوبه في الاول احنا صبينا فيها ايه يا شباب؟ وضع بها زئبق. تمام؟ يبقى هنا كده في الانبوبه في زئبق. صح؟ كل ده كده يعتبر ايه؟ زئبق. وواقف عند سطح افق واحد ان هو سائل واحد. تمام. بعد كده رحت انا صابب ايه يا شباب؟ ثم صب فوق ماء في احدى الفرعين. يعني انا كده صبيت هنا كده ميه. صبيت هنا ايه؟ ميه. فطبعا الميه هتنزل هاتها بالازرق برضه عشان تبقى واضحه اكتر. الميه هتنزل هنا هتنزل هنا بتاخد شويه من الايه؟ من الزئبق. اصبح دلوقتي عندنا سطح فاصل جديد اللي هو ده. فطبعا الشويه اللي نزلته من الميه هنا هو اللي تلاقيهم الزئبق هنا. صح؟ ما هو لو دلوقتي الميه نزلت فزقت الزئبق حته، فالحته ديت طلعها الزئبق هنا. تمام؟ يبقى دلوقتي ارتفاع الزئبق هيبقى الحته ديت اللي هي اصلا نزلتها الايه؟ الميه. تمام؟ تمام. طيب وبعدين؟ ثم صب زيت في الفرع الاخر، فما هو مقدار ارتفاع الزيت الذي يجعل سطح الزئبق في الفرعين في مستوى افقي واحد، علما بان كثافه الزيت 900 وارتفاع الماء 14 سم فوق السطح الفاصل. خلي بالك دي مساله عبيطه برضو. ليه عبيطه؟ سيبك من الشغل اللي كله حصل اللي ورا ده. هو في الاخر راح مرجع لك الزئبق تاني اكنه ما عملش اي حاجه. يعني الزئبق راح نازل
والزئبق بقى مستقر تحت ملوش اي دخول معانا دلوقتي. وبعد كده قال لك انا حطيت ماء ارتفاعه 14 سم، تمام، هات ارتفاع الزيت بس كده نروح معوضين. هتقول لي والله رو 1 اتش 1 هتساوي رو 2 اتش 2، تمام. طيب رو 1 اللي هي الميه اللي هي 1000 وارتفاعها كام دلوقتي؟ ارتفاعها 14 بتساوي رو الزيت معايا 900 في اتش 2، تمام. فانت لو عايز بقى اتش الزيت خد ال 900 تحت ال 1000 في ايه؟ في 14 بيطلع لك مين؟ اتش الزيت. خلي بالك المساله هو حاول ياخدك ويوديك في حته ثانيه، ان انا حطيت زئبق ودلوقتي يبقى عندي 3 سوائل. لا، المساله دي مش مساله 3 سوائل، لان انا لما صبيت الزيت راح مرجع الزئبق تاني في مستوى افقي واحد، فاصبحت المساله عباره عن ايه؟ عباره عن ميه فوق الزئبق وزيت فوق الزئبق. فهو هنا ارتفاع الزئبق وارتفاع الميه هنعمل بينهم مساله، تمام. وهو كده كده مديك السطح الفاصل، لان السطح الفاصل هو سطح الزئبق، صح؟ فاصبح هنا عندنا زيت وهنا عندنا الميه. ارتفاع الزيت جبناه من ارتفاع الميه اللي هو كان كام؟ كان 14. طبعا انت لو عايز ارتفاع الزيت خد ال 900 تحت الكلام دوت، تمام. طبعا احنا كده حلينا تقريبا معظم الافكار اللي انتوا خدتوها في المنهج في الترم الثاني، سواء على الحصه الاولى او الثانيه او الثالثه او الرابعه او الخامسه. انا عارف ان في مسائل ثانيه ممكن تكون انتوا واقفه معاكم، تمام. فالمسائل ديت ليها احتمال من اثنين، يا اما احنا فضلنا المسائل ديت عنها، يا اما احنا عارفين ان المسائل ديت المستر شرح شبهها في الايه؟ في الحصه، فاصبح تكرارها امر ايه؟ ملوش لازمه. فلكن لو في مسائل ثانيه لسه واقفه معاكم فاحنا ممكن نحلها لكم المره الجايه، بس تكتبوا لنا ارقامها في الايه؟ في الكومنتات عشان نعرف الاجماع بتاع المسائل على ايه بالظبط، تمام. كده احنا خلصنا، وصلنا لحد اخر الحصه ديت. اتمنى بس ان انتوا تتفرجوا عليها وتستفادوا منها. اشوفكم المره الجايه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.